بعض الشرذمة في معرض الكتاب في تونس قاعدين يسبوا في المملكة العربية السعودية ويتهكم عليه لصالح إيران ونظام الملالي والصفويين والشيعة والروافض. نحن كتوانسة لنعرف أسماء أجدادنا كلها بالواحد 100، نتشرف بالمملكة العربية السعودية، نقدرها ونحترمها، وجميع دول الجزيرة العربية وجميع أخواننا العرب والمسلمين، وسوف نبقى في حضن هذه الأمة العربية ولن نخرج منها. حزب الله شتام صحابة رسول الله يا شعب تونس. حزب الله الآن عندكم يا توانسي، عليكم بهم. الهجوم الذي شنته التلفزة الجزائرية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، الحديث بكل هذا السوء عن الإمارات من قبل تلفزيون رسمي حكومي وعمومي كما يسمى في الجزائر ضد دولة شقيقة، ومن المفترض أن تكون العلاقات بها طبيعية أو وثيقة. وأيضا في تونس الهجوم الذي شنه بعض الغوغاء على جناح السعودية في معرض الكتاب بتونس، مشهدان مقرفان وللأسف يكرسان حالة من حالات التأيرن التي تضرب بعض دول المغرب العربي في النظرة إلى دول الخليج. ولكن الأسوأ في الحالة الجزائرية، لأنه في الجزائر ما جرى حيال الإمارات فيه دعم رسمي وحكومي. كل ما فشلت دولة قامت تتكلم على الإمارات ولا على السعودية. أنتم فاشلين في حكمكم، أي فشل يقول لك الإمارات والسعودية، لأن الإدارة تبون هذا إدارة إيش ولاها لمن لإيران. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رحمة الله على أبونا زايد رحمة الأبرار، رحمة الله على الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. ستظل المغرب والإمارات دم واحد جسد واحد، مهما يحاول الدول لن يستطيعوا والله أن يجعلوا مفرق شعرة فيما بيننا وبين المغرب. علاقة المغرب بالإمارات علاقة قديمة، وما يثار الآن من الإعلام من دولة شقيقة مثل دولة الجزائر وغيره. نعم نكرر ونقول بما تقول به حكومتنا، ندعم سيادة المغرب، ندعم المملكة المغربية الشريفة، ندعم سيادتها كاملة على الصحراء المغربية. نعم. تبون يدعم الميليشيات الإيرانية داخل صنعاء بلدية المحتلة، أيوة، و500 جندي تم أسرهم سجنهم في سوريا. ليش تدعم الميليشيات؟ ليش؟ والجزائر دولة غنية بكل الموارد، والله دولة غنية، وقلبي يتحسف لما نشوف رئيس دولة يتكلم على دول أخرى أو دعم ميليشيات وما شابه ذلك. نفس النظام الإيراني، الملعون 40 سنة أو 50 سنة أمريكا الشيطان الأكبر في آخر المطاف عرض عليها 5 تريليون بس، والآن لا نووي ولا شيء. شفتوا يلمعون أنفسهم. ضبطوا وضعكم واهتموا بالشعوب، بعدوا لكم تستأجدوا، افتحوا لنا الحدود والخرافات حقكم. قالها علي عبد الله صالح رئيسنا السابق. كذب. المغرب لها نظرة وبعد سياسي قديم، ولأنها والله عندها حسن النية وعندها الطيبة، فهي محفوظة ومحمية من رب العالمين إلى يوم القيامة إن شاء الله. لم ترى الحقد لأي دولة في حياتها مع عظمتها كالمملكة المغربية. السعودية، الإمارات كذلك، هاي أجرم دولتين على وجه الأرض. ما بيتكلموا عن نفوذ إيران في السودان والنفوذ التركي في السودان والنفوذ التركي هنا وهناك والنفوذ الإيراني في، بيتكلموا عن دولة عاملة شركة عربية في دولة معينة وبهاجموا هاي الدولة وبيقولوا هاي الدولة سبب البلاء الأعظم. ما بيتكلموا عن النفوذ الإيراني، ما بيتكلموا عن الخراب الإيراني في دولنا العربية، ما بيتكلموا عن مقتل أكثر من 8 مليون سني بسبب إيران، ما بيتكلموا. لذلك خرجوا علينا في تونس يحملون أعلام حزب الله ويشتمون السعودية ويشتمون ولاة الأمر. حاكم دولة والله مستغرب كيف صار حاكم. المهم هذا حاكم دولة ومسخر الدولة كلها وإعلامها وقنوات الأخبار والذباب الإلكتروني وغيرهم، وشغالين الهجوم على الإمارات. وشو كلمتهم الشهيرة؟ دويلة الإمارات. هذه دويلة الإمارات تتكلم علينا، دويلة الإمارات الشر، دويلة.
خيبة 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 خيبة. وش فيك خويا؟ هدي، ليش هذا كله؟ خايف على الكرسي؟ هاي الدرجة الإمارات تسوي قلق؟ خلال تلك المرحلة المصيرية وقفت المملكة المغربية موقفا مشرفا بقيادة الملك الحسن الثاني الذي عبر عن دعمه الصريح للاتحاد، مؤمنا بأهمية التضامن العربي. ما انشم ووصلت الأخبار وكانت لم تكن توصل فيها السوشيال ميديا، ولكن المغرب كانت متقدمة ولا زالت إلى اليوم. عرفت أن دولة الإمارات تريد أن تلم الشمل في تلك الإمارات الدول لتكون إمارة واحدة. في شهر أبريل يعني في 1971 في شهر أبريل، قبل حتى تأسيس دولة الإمارات المعروف 2/12/1971، قبلها ب8 أشهر دعوة رسمية من الملك رحمة الله عليه وطيب الله ثرى الحسن الثاني إلى أخيه رحمة الله على أبونا الشيخ زايد، عن طريق سفير المغرب في بغداد، بدعوة كريمة يدعوه إلى المغرب. أما الجزائر فكان موقفها مختلفا، إذا اتسم بالتحفظ والرفض غير المباشر، مما دفعها إلى التباعد بدلا من المساندة. ومع ذلك مضت الإمارات بثبات متسلحة بإرادة قادتها وشعبها، وبدعم أشقاء مخلصين كالمملكة المغربية، لتصبح اليوم دولة يحتذى بها في الوحدة والتقدم، بينما بقي الرافضون أسرى خطاب تجاوزها الزمن. هذا الإمارات وهذا الجزائر، الفرق زي ما انتم شايفين مليون سنة ضوئية. المصيبة انك تدخل نفسك في قضايا تلمع وجهك او فشلك او ما شابه ذلك في دول اخرى. على سبيل المثال شوفوا بس، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة. طيب كلام نفس الحوثيين والحشد المحشي وإيران افتحوا لنا الحدود. في آخر المطاف الجنازة حق الهالك زميرة 25,000 واحد من الحوثيين و20,000 من الحشد المحشي ومن البزاري، وراحوا على الضاحية الجنوبية، يعني 60,000. طيب والمعركة محتاجة 10,000. كنتوا في الحدود كذب، تلعبوا أي شيء بلغة العاطفة، بس افتحوا لنا الحدود. لا بأس يا الإمارات إن وجه إعلام مأزوم سهامه نحوك، وهو العاجز حتى عن مداواة جرحه الداخلي. لا بأس يا الإمارات، لأنك تقدمين ما لا يملكه من يهاجمك، فكرا يبتكر لا يقتات على الصراخ، ومكانة تبنى على الإنجاز لا على الشتائم. فأنت أرقى من أن تردي بالشتائم، وأقوى من أن تهتزي لتقرير يعكس دناءة الذوق والأدب والأخلاق. تحيا أقلام المغرب التي كانت ولا زالت تدافع عن الإمارات. لا تتعجبون من حب الإمارات وعشق الإمارات إلى المغرب، فهم أهل لذلك وهم يستحقون. الشعب المغربي الشعب، كم فيديو نزلت ولن نوفيهم حقهم، لذلك هم لهم حق علينا هني موجودين، لذلك لا نرضى لهم الإهانة أبدا، وهم أعزاز على أنفسهم. بيننا أنساب، بيننا أولاد، بيننا عوائل كريمة عفيفة شريفة من المغرب الشريف ومن شعب المغرب. اللي حصل في معرض الكتاب في تونس هذا نذير خطر ودليل على النفوذ الإيراني، نفوذ حزب الله داخل تونس. الآن في خلايا كبيرة في تونس، الآن في تونس، هاي رسالة للشعب التونسي، في خلايا لحزب الله وخلايا إيرانية، بعدين بيصيروا تتباكوا يا تونسيين، بتقولوا يا ريت ردينا ويا ريت ردينا. اللي حصل في معرض الكتاب من غوغائيين والشتم على السعودية، طبعا السعودية لن يضرها شتائم هؤلاء الكلاب، ما ضر السحاب نفع الكلاب، ولكن هذا يدق ناقوس الخطر، يدق ناقوس الخطر في تونس. يقولون كلام سيء للغاية في قنواتهم، كلام سيء، كلام ما ينقال، وغاد عليهم غضب الله. لا تتفلسفوا على الإمارات أو تزايدوا على الإمارات. هنا الإمارات العرب الأكحاح من قد حامل الجواز الإماراتي. أطلع الإمارات نمبر 1، كلمة. وقربت شرق أوسط جديد، قربت نستعيد صنعاء والعراق.
يا الجزائر وأسفا عليك والله العظيم، وأسفا والله العظيم أقسم بالله لا أتوقع أي دولة في العالم بأجمعه أنها إذا حابة تحارب دولة ثانية أنها تنزل فيديو. هذا تخلف وقمة التخلف. فيها فساد إداري مالي سياسي. يوم يبي يغطي على العيوب الداخلية عنده يروح يتهم غيره ويهاجم غيره وينتقد غيره. فعذرهم الوحيد دويلة الإمارات، أن دولة الإمارات تأسست بالسنة الفلانية ونحن تاريخنا كان كذا وكذا ونحن 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 ونحن. يوم أن أنت عندك هذا كله وأنت ليش هذا النباح الزايد؟ خلاص تواثق من نفسك، تخاف من الدويلة. ماذا قال أبونا زايد رحمة الله عليه؟ قال: كم من أخ بعيد أنفع من قريب. كلمات وهو حكيم العرب. نعم، لأنه وجد أيضا حكيم العرب أنه يريد الدعم عندما تخلت عنه بعض الدول في الدعم ليؤسس ويكون دولة الإمارات. أنا معجب يعني بفكر الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه. يعني رجل جدا أنا بعد عبقري. الكتاب اللي عنده كتاب ذاكرة الملك خرافي، وحتى النظرة المستقبلية غير عن اللغات اللي كان يتكلمها الحسن الثاني، يعني 7-8 لغات ما أدري كم. طريقته أنا كنت أشوف مقابلات أو شيء، طريقته كيف يناقش الصحفيين وكيف هالأمور. أنا من الناس المعجبين بهالأسلوب، إنك تمسخر الإنسان الصحفي اللي يحاول يستفزك. كيف تقدر تمسخره وتطلع عن دينه في ثواني يعني. من المعيب انه انسان جايك كضيف تجي بهذا التصرف امامه في جناحه وجاي لامر بعيد عن الامور السياسيه، وتجي وتتعذى. وين الامن التونسي عن مثل هذه الامور؟ دائما الحاكم واللي حاسس بنفسه النقص يتكلم على الاخرين. فاجلين. ايش انا الشيك تعيش الشعب الجزائري مثل الامارات من قدها. وصل في زيارة رسمية. أعجب أبونا زايد رحمة الله عليه بالمغرب، حضارة المغرب وعظمة المغرب وأسلوب الملك. والملك من هو؟ الله أكبر، خليفة محمد الخامس. وأعجب بشخصيته وحبه وشعبه الكريم المتعلم المثقف. وعرض في وقتها الملك رحمة الله عليه الحسن الثاني أن ينقل ملف الإمارات إلى الأمم المتحدة، ولو أن التاريخ يقول أن الجزائر أول من عارض ذلك ولا تريد استقلال أو لا تريد إنشاء دولة الإمارات. وأرسل أكثر من 8000 من بواسل المغرب، والمغرب باسلة بأهلها وشبابها ورجالها، من الجيش المغربي والشرطة إلى الإمارات لحماية الحدود والوقوف. ولم يكن الشيخ زايد رحمة الله عليه يثق في شعب أكثر ما يثق من الشعب الجيش المغربي الباسل. وهل هناك أخلص من هذا الشعب وهم كرماء؟ تلومون في حب المغرب. لكن ما لفت نظري أيضا أن الشيخ زايد رحمة الله عليه كان جالسا في المغرب، والملك رحمة الله عليه الحسن الثاني كان واقفا. سأقول لكم وأخبركم ماذا قال، فقد كتبته لأنها كلمات نابعة من القلب. قال: حياك الله وبياك، هذه كلمات الحسن، ومن كل شر وقاك، وإلى حياك الهدى الله قادك، وبياك، وبجميع نعمه وكرمه حباك، وقاك، وإلى عزيز على شعبك، ومساعي الخير، كما أنك وجميع ما عزيز تحب علينا من نعمة وعلى وكرمه شعبنا هو حباك. ولأنك عزيز على شعبك فأنت عزيز علينا وعلى شعبنا. كلمات لا تصدر إلا من عظيم متواضع. الإمارات لا تنكر الجميل، لا تنكر من وقف معها، من ساندها بإخلاص وبدون طمع. رؤية ثاقبة لملك عادل رحمة الله عليهم. ها هي المغرب لا ترفع سيوفها
ولا ترفع أقلامها بالباطل، إنما لتقول كلمة الحق، وهذا ما عودتنا عليه المغرب. تحية من القلب إليكم إخواننا وإلى كل العالم العربي. ولكن ما سطرت به هذا الفيديو هذا بسبب تصرفات إعلام الجزائر. تمنيت ونزلت فيه فيديو حوالي من دقائق فقط. تحية من القلب لكم أيها الشعب الحري الأبي المغربي. أنتم في قلوبنا وفي عيوننا، ونحن ندعمكم والله، وننتهج ما تنتهج به حكومتنا. تحياتي.